السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بروفيسورة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. كيف يمكنني مساعدتك؟ اليوم سنعمل حوار حول الشبكات العصبية ولماذا اسمها بالشبكات العصبية. تم تسمية الشبكات العصبية بهذا الاسم نسبة إلى الجهاز العصبي في جسم الإنسان، حيث تعتمد هذه الشبكات على تشبيه عملية التعلم في الدماغ البشري. وتتكون الشبكات العصبية من عدة طبقات من العناصر الحسابية المتصلة ببعضها البعض، وتستخدم لحل مشاكل التعلم الآلي والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. هذا ينقلنا إلى سؤال آخر: هل الشبكات العصبية تتدرب مثل ما يتدرب الدماغ البشري؟ نعم، تتدرب الشبكات العصبية بطريقة مشابهة لتدريب الدماغ البشري. فعندما يتم تدريب الشبكة العصبية، يتم تغذيتها بمجموعة من البيانات التدريبية، وتقوم الشبكة بتحليل هذه البيانات واستخلاص الأنماط والعلاقات بينها. وبعد ذلك تتم مراجعة نتائج الشبكة وتعديلها وتحسينها حتى تصل إلى أفضل أداء ممكن. وهذا يشبه إلى حد كبير عملية تدريب الدماغ البشري على التعلم والتكيف مع البيئة المحيطة به. إذن كم نوع من أنواع التدريب؟ يمكن تقسيم أنواع تدريب الشبكات العصبية إلى 3 أنواع رئيسية. 1. التدريب الإشرافي Supervised Learning، حيث يتم تدريب الشبكة باستخدام مجموعة من الأمثلة التدريبية التي تحتوي على الإجابة الصحيحة. وتستخدم الشبكة هذه المعلومات لتعلم كيفية التنبؤ بالإجابة الصحيحة للأمثلة الجديدة. 2. التدريب غير الإشرافي Unsupervised Learning، حيث يتم تدريب الشبكة باستخدام مجموعة من البيانات التي لا تحتوي على إجابة صحيحة محددة. وتستخدم الشبكة هذه المعلومات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والعلاقات بينها. 3. التدريب التعاوني Reinforcement Learning، حيث يتم تدريب الشبكة باستخدام نظام مكافآت وعقوبات، حيث تتلقى الشبكة مكافآت عندما تقوم باتخاذ قرارات صحيحة وعقوبات عندما تقوم باتخاذ قرارات خاطئة. وتستخدم الشبكة هذه المعلومات لتعلم كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة في المستقبل. جيد، إجابة ممتازة. إذا تطورت الشبكات العصبية هل يمكنها أن تصل إلى مرحلة التخيل أو الهلوسة؟
لا يمكن للشبكات العصبية الحالية أن تصل إلى مرحلة التخيل أو الهلوسة، حيث أن الشبكات العصبية تعتمد على تحليل البيانات والأنماط الموجودة فيها، ولا يمكن لها إنتاج معلومات جديدة تماماً خارج نطاق البيانات التي تم تدريبها عليها. ومع ذلك، يتم العمل على تطوير شبكات عصبية جديدة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل الشبكات العصبية العميقة Deep Neural Networks، والتي يمكنها إنتاج معلومات جديدة بشكل محدود. ولكن لا يزال هذا المجال في مراحله الأولى من التطوير والبحث. خلاصة القول، أريد أن أعطي رأيي أنا في هذه النقطة، أنهم سيصلون إلى مرحلة صناعة شبكة عصبية قادرة على التخيل أو الهلوسة. هذا رأيي. لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بما سيتم تحقيقه في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ولكن يمكن القول بأن هناك بعض الأبحاث والتطوير في هذا المجال، وقد يتم تطوير شبكات عصبية جديدة قادرة على إنتاج معلومات جديدة بشكل محدود. ولكن لا يزال هذا المجال في مراحله الأولى من التطوير والبحث. شكرا بايثونيستا على هذه المعلومات القيمة. إلى اللقاء. على الرحب والسعة، كان من دواعي سروري مساعدتك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى في المستقبل، لا تتردد في الاتصال بي. وداعاً.